بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه البيتزا بابسط وانجح طريقه ممكن تعملوها. تنفع معاكم للمصايف والرحلات، وتنفع كمان للفطار والغدا والعشاء. طبعا الاجازات بدات، وموسم المصايف والرحلات بدا معانا. لو عايزين حاجه سهله وخفيفه تاخدوها معاكم، شوفوا طريقه البيتزا ديت وتعملوها وهتنجح معاكم ان شاء الله من اول مره. معايا هنا كوبايه من اللبن. حطيت اللبن او الحليب، حطيت عليهم معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره ممسوحه كده من الخميره الفوريه. هقلبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما الخميره والسكر يدوبوا مع اللبن. احنا هنا بنعمل اختبار للخميره. احنا من قبل ما نكمل الاختبار شايفين الخميره بدات تعمل فقاقيع كده، ده بيقول ان الخميره ناجحه معايا. حطيت كمان عليهم نص كوبايه من الزيت ومعلقه صغيره من الخل. الزيت اللي انا استخدمته زيت نباتي عادي، لو انتوا عايزين تستخدموا زيت زيتون بتبقى حلوه جدا في عجينه البيتزا. استخدمت هنا نص كيلو من الدقيق، اللي هما تقريبا 4 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر. واللبن البودر هنا اختياري، موجود معاكم حطوه بيبقى حلو جدا مع عجينه البيتزا. لو مش موجود تقدر تستغني عنه خالص. وكمان حطيت رشه صغيره من الملح. هجيب بقى الخميره بتاعتي كده بعد ما جهزت كده معايا، هنزل بيها على الدقيق وابدا اعجن الدقيق كويس جدا. هنقلبها كده. هنا انا استخدمت في الاول كوبايه من اللبن. هستخدم بقى كمان كوبايه من الميه. هجهز بقى معايا كوبايه من الميه ابدا اعجن بيها واكمل بيها عجن الدقيق. عايزين تكملوا بلبن مفيش مشكله، عايزين تكملوا ومن الاول خالص تستخدموا كوبايه ميه برضو اللي موجود متوفر معاكم استخدموه. هنبدا بقى كده ننزل بالميه على العجينه بتاعتي او على الدقيق شويه شويه كده، ونشوف هتاخد معايا كمية مية قد ايه. وهنعجن في العجينة كويس جدا. يعني كل ما نعجن في العجينة ونخدمها كويس في العجن، كل ما هتدينا نتيجة حلوة جدا. هتخلي العجينة معايا طرية وحلوة جدا. انا هنا عجنت في العجينة تقريبا 10 دقايق 12 دقيقة. طبعا لو في عجان تقدروا تحطوا فيه وتعجنوا بالعجان. هتبقى طبعا هيخلص معاكم في 5 6 7 دقايق بالكتير، وهتبقى العجينة جاهزة معاكم. انا هنا عجنتها بايديا واخدت تقريبا معايا كده من 10 ل 12 دقيقة. شايفين شكل العجينة عاملة ازاي؟ بعد كده ما خدمتها بقى كده كويس، حطيت عليها شوية من الزيت وهغطيها بكيس من كيس بلاستيك وكمان فوطة واسيبها تخمر. طبعا احنا عارفين ان احنا في الصيف والجو حر فهتخمر معايا بسرعة. هنبدأ بقى على ما نسيبها تخمر كده، قعدت تقريبا نص ساعة. هنبدأ بقى نجهز صلصة البيتزا، ودي أسرع صلصة بيتزا تقدروا تعملوها. معايا معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وحطيت عليهم شوية من الملح والفلفل الأسود وتوم باودر وبصل باودر وشوية من الزعتر. وكمان حطيت عليهم شوية من الزيت. وصلصة البيتزا برضك لو عندكم شوية زيت زيتون زي ما قلنا، زي ما لو هتحطوا في العجينة زيت زيتون حطوا كمان مع صلصة البيتزا هتبقى حلوة جدا معاكم. زيت الزيتون بيخلي طعم البيتزا في حتة تانية خالص. انا هنا الزيت اللي انا استخدمته هو زيت نباتي. العجينة بقى كده شايفين شكلها بقى بعد ما خمرت نص ساعة بالظبط بقت خمرانة وجاهزة كده معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقت طرية كده ومش قادرة اقول لكم جميلة ازاي. هنبدأ بقى نقطعها. انا هعملها ميني بيتزا. لو انتوا عايزين تعملوها بيتزا في صينية يعني بيتزا كبيرة، هتعمل لهم تقريبا 3 بيتزات كبار حلوين. بس انا هعملها كلها ميني بيتزا. هنبدأ بقى كده نقسم العجينة بتاعتنا. لو عاوزين من الاول خالص تشكلوها تعملوها كرات صغيره وتبداوا تاخدوا كوره كوره وتشكلوها ميني زي ما انتوا عايزين. انا هنا قسمتها كده على 3 وهبدا اخد كوره كوره كده افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هفردها بقى اي فرده، يعني مش يعني الفرد كده عشوائي عشان انا كده كده هقطعها بالكوبايه. هتديني حجم البيتزا الميني الصغيره اللي احنا بنشتريها من الافران بالظبط. هجيب بقى الكوبايه بتاعتي كده وهقطعها. طبعا انا هنا مقطعه العجينه مش عايزينها تبقى رفيعه قوي ولا تخينه قوي. لو قطعناها رفيعه هتطلع معايا ناشفه، ومش هتبقى حلوه. لو قطعناها تخينه قوي هتعمل عجينه من جوه مش هتستوي حلو. فاحنا عايزين حجم العجينه تبقى وسط كده. هكون بقى مجهزه الصاج بتاعي دهنه دهنه زيت وفرشه فيه ورق زبده. لو انتوا متاكدين ان الصاج بتاعته ما بيلزقش تقدروا تستغنوا عن ورق الزبده خالص. هخلص كمية العجينة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
بجد بنات وصفة حلوة جدا، وطبعا الكبير والصغير بيحب البيتزا، واحنا عارفين لو احنا رحنا اشتريناها من الافران هتبقى سعرها عاملة ازاي. النص كيلو عمل كمية حلوة جدا، وكمان يا بنات تقدروا تعملوا منها كمية، تقدروا تستخدموا الكيلو دقيق ويا ريت فعلا تعملوا الكيلو كله، لانها هي فعلا ما بتقعدش. يعني ممكن تعملوا كمية كيلو او كيلو ونص زي ما انتوا عايزين، وكمان تحطوها في الفريزر في اي وقت تكونوا محتاجينها، هطلعوها من الفريزر تسخنوها على طول وهتبقى جاهزة معاكم. احنا هنخلص كمية العجين اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهقطع الكمية كلها ميني كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بيتزا كبيرة، تشكلوا تعملوا ميني او بيتزاية كبيرة برضو اللي يريحكم. هفردهم بقى كده كلهم في الصاج بتاعي، وهجيب شوكة اخرمها كده معايا عشان ما تنفش وتبقى عاملة زي العيش معايا في الفرن. يعني هفرغها كده بالشوكة. وهجيب بقى صلصة البيتزا بتاعتي ادهن الوش بتاعها. وطبعا الحشوات يا بنات اللي موجود ومتوفر عندكم حطوا، تقدروا تعملوها بالخضار، بالتونة، لانشون، بالفراخ، لو عندكم شوية لحمة مفرومة، اي حاجة موجودة متوفرة عندكم، شاورما، اللي موجود حطوه واستخدموه. انا هنا استخدمت السوسيس اللي كان عندي، فانا عملتها بالسوسيس. هندهن وش البيتزا كله كده بالصلصه بتاعتنا. مش قادره اقول لكم ريحه الصلصه دي بتبقى حلوه جدا ازاي. معايا بقى هنا شويه كده من الجبنه الموتزاريلا. تقدروا برضك في انواع الجبن تقدروا تستخدموا اللي موجود ومتوفر، شويه جبنه موتزاريلا، شيدر، رومي، اللي موجود حطوه، هتبقى برضك حلوه معاكم جدا ان شاء الله. انا هنا استخدمت كلها موتزاريلا. تقدروا تعملوها ميكس لو في مشكل جبن معاكم، اعملوها ميكس من الجبن هتبقى برضو حلو. وهنا كنت مجهزة معايا شوية فلفل ألوان، هوزعهم برضو كده على وش البيتزا. وكده عايزين تزودوا شرايح من البصل، ممكن عايزين تزودوا طماطم، بس انا ما حطيتش ولا بصل ولا طماطم، انا بس حطيت فلفل الوان كده. وهستخدم السوسيس زي ما قلت لكم والجبنه الموتزاريلا بس. وفي الوقت دوت انا كنت بقى مشغله الفرن، عايزين الفرن يكون درجه حرارته سخنه، يكون الفرن سخن جامد، مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. وهدخل برضك البيتزا على درجه حراره عاليه، عاملاها مشغلاها على 200، عشان بس لو دخلتها على نار متوسطه او هاديه العجينه هتنشف معايا. حطيت بقى كمان شويه كده على الوش من الزيتون. كان عندي زيتون اخضر، استخدمت زيتون اخضر، تقدروا برضو تستخدموا اي نوع زيتون موجود عندكم، زيتون اخضر او اسود، هو بيدي برضك شكل حلو وطعم حلو جدا مع البيتزا. يعني اللي موجود ومتوفر عندكم تقدروا تستخدموه. هحط بقى كده شويه على الوش من الجبنه الموتزاريلا، وهندخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم، هتقعد لها تقريبا في الفرن 20 دقيقه. اول ما تبدا تحمر من تحت بفتح عليها الشوايه، تقعد لها دقيقتين 3 من فوق. لما بفتح الشوايه ما بتاخدش وقت كتير لما بعد ما بفتح الشوايه، وهتطلع بقى معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. لو عايزينها تبقى طريه زياده تقدروا بفوطه تغطوها تسيبوها 10 دقايق، هتفضل طريه معاكم. انا ما يعني ما احتجتش ان انا بصراحه ان انا اغطيها، هي طلعت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها عامله ازاي ومستويه وريحتها قلب البيت كله. شايفين يا بنات؟ طبعا كانت سخنه بقى معايا، هي طريه ومش قادره اقول لكم كانت قطنيه من جوه وطعمها حلو جدا. قولوا لي يا بنات، جربتوها في البيت؟ جربتوا تعملوها في البيت ولا بتشتروها من بره؟ ولو حابين تجربوها في البيت جربوها بالطريقه ديت، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مره. وبكده خلاص اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم. جربوها يا بنات وقولوا لي رايكم فيها في الكومنتات، وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله.